بيقول لك الدليل على انه حماس اقوى من دولة فنزويلا بحالها، انه امريكا قدرت تخطف رئيس فنزويلا بس ما قدرتش تتدخل وترجع الاسرى من حماس وكده. لا يا حبيبي، الفرق انه رئيس فنزويلا راجل قاعد في قصره بعيد عن الناس، مفيش ضحايا. انما في غزة كانوا الحمساوية مخبيين الاسرى تحت الناس، تحت الشعب. هو انت عندك شك انه امريكا عندها قوات وسلاح يقدروا يخلوا منطقة زي غزة ديت بسوى الارض؟ يعني عادي، ما عملوها قبل كده في الحرب العالمية. يعني الحلفاء الغرب يعني عملوا ايه في القوات في الدول التانية، يعني من ضمنهم هيروشيما وناجازاكي يعني. بس هم بطلوا يعملوا دوت ومش عاوزين يعملوا دوت. فعلشان كانوا يتدخلوا في غزة كان هيبقى في ضحايا كتيرة جدا جدا، زي ما إسرائيل عملت، بسبب انه حماس هي اللي بتستخبى في الناس. يعني انما لو حماس مثلا قاعدين في حته لوحدهم كده، في حته معسكرات في الصحراء كده، ومعسكرات حربيه، يعني عادي اي كتيبه دلتا ولا كوماندوز هينزلوا يخلصوا يعني، ويجيبوا الاسرى ويجيبوا التخين فيهم ويرجعوا يعني. فبالعكس، فده مش دليل على انه حماس قويه، ده دليل ضدهم، ان هم كانوا بيتحموا في الشعب وفي الناس الابرياء، ضحايا اللي راحوا بسبب افعال غزه الرعناء اللي دخلتهم في حرب هم مش قدها، ودخلت الناس، خلتهم ضحيه حرب بدون اي نتيجه. بالعكس، يعني نتائجها كلها خسائر للشعب والمجتمع والارض وكل انواع الخسائر يعني.